احنا دلوقتي جوه قصر الامير طاز اللي موجود في شارع السيوفية في حي الخليفة في القاهرة. القصر اللي بيعتبر من اكبر قصور دولة المماليك البحرية، اللي اتبنى على مساحة 8000 متر مربع. اتبنى في القرن ال 14 الميلادي سنة 1352 ميلاديا، واللي بناه الامير سيف الدين عبد الله طاز، اللي كان واحد من أمراء دولة المماليك البحرية للسلطان قلاوون. الأمير طاز لما بنى القصر ده كان تحفة معمارية. يقال إن هو في عهد الخديوي إسماعيل كان مدرسة لتعليم البنات. علي مبارك باشا اللي كان وزير تعليم حوله إلى مدرسة لتعليم البنات، وبعد كده بقى مخازن لوزارة التعليم، وفضل الحال على ما هو عليه لحد سنة 2002 لما أصدرت وزارة الثقافة قرار بترميم القصر. احنا دلوقتي واقفين قدام اسطبلات الخيل في الحوش الرئيسي، اللي هو فيه الثلاث مباني الرئيسية: الحرملك والسلاملك ومكان سكن الخدم والعمال بتوع القصر. المكان ده اللي هو حجرات كان فيها أحواض لاستحمام الخيول، لأن الأمير طاز كان من محبي تربية الخيول، ويقال إن هو كان بيمتلك أكتر من 200 حصان عربي أصيل. دي أحواض لاستحمام الخيول، وهو كان بيدي هدايا للأمراء المقربين ليه أو للسلطان. أفضل حصان عنده كان بيزينه بسرج من الذهب والفضة ويبعته هدية. دي اسطبلات الخيل في الحوش الرئيسي. تعالوا بقى نطلع القصر ونتفرج على القاعات الكبرى اللي فيه. القصر في عدد كبير قوي من الغرف، لكن في 5 قاعات كبرى رئيسية. يعني في 5 قاعات كبيرة، وفي حجرات كتير قوي وحمامات وأماكن لإقامة الخدم والعمال. اللي هنخشها دلوقتي دي القاعة اللي بنسميها مقعد الضيوف، اللي هو السلاملك، مكان استقبال الضيوف، المقعد الصيفي اللي بيطل على الحوش. المقعد الصيفي ده يعني زي ما انتم شايفين جمال البناء وجمال الزخرفة اللي موجودة في سقف القاعة. هنخش دلوقتي نتفرج على قاعة تانية، دي أظن قاعة شتوية. دي قاعة تانية، قاعة شتوية لاستقبال الضيوف. والقاعات الشتوية بيبقى فيها عدد النوافذ قليل، يعني عدد الشبابيك قليل.